وكالة روسية تكشف عن مكان ذبح المصريين المسيحيين على جزيرة صخرية في قطر وليس في ليبيا. تؤكد وكالة المسح الجغرافية أروس أن تدقيق فريق مختص من طاقمها قد أجرى بحثا عن المكان الذي تم فيه إعدام المصريين، وتبين بعد التدقيق وتحديد أهم نقاط البحث مع الأخذ بالاعتبار كل ما تم عرضه بالفيديو من مشاهد، وجدوا أن الجو في ليبيا في تلك الفترة التي تمت فيها عملية الإعدام كان بها الجو صافي وليس فيه أي سحب. ونشرت الوكالة أيضا أن عند تحليل صور منطقة الشرق الأوسط وجدت جزيرة في قطر ترددت عليها سفينة أيام متتالية، مع العلم أنها جزيرة صحراوية خالية من السكان، مما جعل الوكالة تبحث في موضوعها. وجاءت النتيجة غير متوقعة بعد البحث في تسلسل الزمن للصور الملتقطة للجزيرة، حيث تم إجراء تعديلات جذرية عليها، من بينها خلق شاطئ من الرمل حتى تشبه قدر الإمكان الشواطئ الليبية، لأن الجزيرة موجودة على جرف صخري كبير. كما نلاحظ وجود شجرة النخيل بالصورة الأولى والثانية، وكذلك ذات نوع أحجار الصخر. وتختم الوكالة أنه ثبت أن جميع مشاهد الإعدام البشعة تم بواسطة فريق عمل وإخراج واحد، وفي ذات المكان أيضا